السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من خطين حمر، وحلقتنا رقم 30 اللي هتبقى نارية كالعادة. وهناخد مع بعض أول فيديو للأستاذ عادل القيعي وهو بيكلمنا على إنه قد إيه منى فاروق زملكاوية وبتحارب في إمام عشان أهلاوي. تعالوا نسمع الأستاذ عادل القيعي على قناة النادي الأهلي بيقول إيه. كمان هو الاهلي ناقص برامج تهاجمه. 90% من البرامج بتهاجمه وتدعي عليه وتستدعي من. أستاذ عدلي، أستاذ عدلي، عندك مؤامرة كونية ولا إيه؟ يا أستاذ عدلي 90% إيه يا اسطى؟ قال لك 90% من البرامج بتهاجم النادي الأهلي. مش عارف برامج فين دي، برامج زينا كده شايفينها يعني. طب ده انت عندك في قناة النادي الأهلي الجماعة بس اللي شغال اللي بيلفوا على القنوات دول أو خريجي قناة النادي الأهلي أصلا 90% من البرامج. ده في قناة أصلا قائمة على اللي طالعين من قناة النادي الأهلي، ورئيس القناة طبعا معروف بتاع الاستفتاء إياه اللي طلع هشام ماجد قال لك والله أنا سعيد إن أنا أول زملكاوي أطلع على المسرح ده. الاستفتاء الشهير اللي هو بيعملوه دكاكيني كده عشان يكرموا بعض في النادي الاهلي. قناه كامله، ما هو رئيس القناه هو ده، هو نفس رئيس المجله اللي بتعمل الاستفتاء ده، اللي هي موسيماني. جه اول امبارح قال لك افضل مدرب في العام. يا جدعان ده انا مرنت تمرينتين الراجل حتى كان طالع مستغرب. يا جدعان ده انا مرنت تمرين افضل مدرب في العام، انتوا عبط يا اخوانا. فقناه واحده بس يا عدلي كلها كده طالعه من قناه النادي الاهلي. يا اخي ده ابراهيم المنيسي قاعد في وشك ده على طول، ضيف دائم هو ونسيبه على ابراهيم فايق. البرنامج الاول في مصر 90%، ده مش 9%، ده مش 1%، ده ما فيش برنامج يجرؤ على انه يهاجم النادي الاهلي. كمل عدول. يهينه. وكل من هو غاضب من النادي الاهلي يحضر ليلوي الحقائق ويقول يا استاذ ابراهيم ده دلوقتي بيزقوا ناس تتقاول على اللعيبه. دي بتقول مش عارف حصل ايه ودي بتقول مش عارف ايه دون دي بتقول اسمع الكلام اي ادله، ولكن لمجرد تشتيت اللعيبه. وقد نجح هذا السيناريو، لان انت يا استاذ ابراهيم لما اشرار بيزقوا الناس، الاشرار بيزقوا الناس على لعيبه النادي الاهلي عشان تتقول وبدون ادله. دي بتقول ودي بتقول، يقصد مين بقى؟ مين اللي طلعت واتكلمت على لاعب وما قالتش انه لاعب في النادي الاهلي يا عبدول؟ هي ما قالتش، هي قالت لاعب كوره شمال بس. منى فاروق طلعت قالت لاعب كوره شمال. مين قالك يا عبدول انها بتتقول على لاعب في النادي الاهلي؟ ومين قالك انه كلامها بدون ادله؟ طب واللي قبليها مراته التانية بتتقول بقى. احنا الزملكاوية، منى فاروق وداليا زملكاوية الاتنين، واحنا كزملكاوية زقنهم عشان امام عاشور هذا البريء الملاك الطاهر الغلبان اللي ما عملش اي حاجة. طب هي طلعت قالت، امام هو اللي طلع رد. هي قالت لاعب كورة، لا قالت في اهلي ولا في زمالك ولا حددت اي حاجة. إمام اللي طلع قال حسبي الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا والسفينة. يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة إن الأستاذ عدلي القيعي وهو بلغ من السن أرذله طالع بيقول إن منى فاروق دي مزقوقة على إمام، مزقوقة عليه. طب ومراته التانية داليا اللي طلعت مزقوقين عليه، إمامها ملاك وطاهر وبريء وما عملش حاجة يا أخوانا.
كل ده عشان معمول عشان يحاربوا النادي الاهلي وقيم. وامام عاشور ده كيوت وغلبان وجميل وما بيعملش اي حاجة ولاعب مؤدب جدا. يا اخي ده هو نفسه لم يجرؤ على الدفاع عن نفسه، سواء في اللي قالته داليا ولا سواء في اللي قالته منى. هو نفسه عدلي ما طلعش واتكلم. ده حتى مرتضى منصور قال له اطلع قول انها مش مراتي. مش قال له كده مرتضى منصور؟ ما طلعش وما قالش. وانت يا اخي طالع تبرر له وطالع تدافع عنه وبتقول ده بيقولوا كلام بدون أدلة. طب ما تتواصل معاهم يا عدول كده، يمكن يبعتولك الأدلة مع منى ومع دالي، وأكيد أنت عارفهم يعني. يمكن عدول مش بعيد. بص عدول، في مؤامرة يا ابني على النادي الأهلي ومخترق مخترق مخترق، والواد إمام عاشور بريء ودي مؤامرة عليه، وداليا ومنى فاروق الاتنين زملكاوية. تعالوا بقى للفيديو اللي انتظرناه طويلا الحقيقة. يعني احنا بننتظر وربنا بيكافئنا يعني الحمد لله. لو سألت اي واحد اهلاوي، اي واحد صاحبك اهلاوي، تقول له الترجي، هقول لك الترشي. ليه الترشي؟ وانا بنادي بيكسب بالحكام وفاكر ايد انرامو ما جاب جون بايده. انرامو في ماتش وخدوا بطولة افريقيا كده وصعدوا وخدوها من النادي الاهلي بايد انرامو. طب المباراة الذهاب بقى اللي قبليها، احنا طبعا غلبنا ان محمد فضل جايب جون بايده نفس الايد بتاعت انرامو، بس طبعا هو راح هناك استقتل بقى وانا اتظلمت، الحقوني يا ناس. جايب جون بايده يا ابني، ما انت في الذهاب جايب جون بايدك، يا ده كان رد فعل. فتعالوا نسمع بقى محمد فضل نفسه بيقول ايه. الماتش 100,000 وترجي، وبعدين مره واحده كان فاول من ناحيه الشمال، واحمد فتحي انا عارف ان احمد فتحي بيشوط في الجون على طول في زاويه الجون وانت تلمس الزاويه ضيقه جدا واحنا واقفين كلنا. فانا قلت انت بتقعد تفكر، فقلت الحاجه الوحيده ان احمد فتحي يشوطها في الجون، هتقع من ايد الجون. تمام. فانا ابقى واقف في الحته دي ان هي وقعت فولو جون، هي خبطت في الجون وانا بجري اعمل فولو، خبطت في ايدي الشمال ودخلت. مش قاصد ان انت تحطها خالص خالص. فانا كنت بسجد اصلا قبل الجول، مش بقى يعني من الناس اللي الحمد لله على طول يعني. فسجدت وبعدين وانا بسجد قلت استغفر الله، انا مش عارف جت وجت في جنبي فعلا، مش فلقيت كان جده تقريبا ابو تريكه، فمش فاكر مين اللي قمت قايم قلت له دي جت في ايدي، فمن الفرحه لا اجري 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 وخلاص. اجري يا راجل القديس القديس الاله ابو فتيكه القديس الاله قال لي يا راجل مش سجدت، مش جبت جون حرام بايدك، اجري يا راجل بقى يلا. ما انا ياما غطست جوه منطقه الجزاء وخدت ضربات جزاء حرام، جبت بيها بطولات حرام لنادي الحرام، بس انا بس عامل فيها ايه؟ ابو فتيكه القديس الاله بتاعهم اللي لما تيجي تتكلم كلمه عنه يا لا، ده من زملكاويه كمان عشان الانتماءات يعني والحاجات دي، تلاقي الاسلحه طلعت في وشك. ازاي بتتكلم على هذا القديس الاله بتاعنا؟ وما شاء الله فضل عيل مؤدب ومحترم، جاب جون بايده ونزل ساجد على طول بيشكر ربنا على هذا الهدف الحرام. نزل سجد على طول زي الرقاصه كده اما تطلع تعمل عمره وترجع من العمره على الديسكو على طول، نفس القصه بالظبط. جيب جون بايدي، جون حرام يكسبني بطوله حرام، وانزل اسجد بقى اشكر ربنا على هذا الحرام. طبعا احنا غلوبنا كلام في النقطه دي. تيجي تتكلم يقولك انرامو، ايد انرامو، مش فاكرين ايد انرامو؟ يا عم ده كانت رد فعل يا ابني، ده انت مسبق قبليها. الجون اللي انت جايبه في مصر بالايد
فهو الراجل بيردها لك، وهم خلي بالك احسن ناس يعرفوا يردوا، بتوع تونس وبتوع المغرب في القصص دي احسن ناس بيعرفوا يردوا وبقى لهم رد فعل. ما انت ظلمتني مش هسيبك، ده انت جبت فيها جون بالايد مش هسيبك، هجيب فيك جون بالايد انا كمان، وهتعدي زي ما بتاعتك عدت. انما لا، احنا سيبنا كل الكلام ده ومسكنا فين؟ الحق ايد انرام. طب وايد فضل؟ لا ده الراجل ساجد. لا والواد جابها بايده وسجد، اللي هو حتى لو الحكم ايه يعني هيحط الصفاره ويصفر يعني برضه، يا ده انت جايب جون، ده انت ساجد. ما انا هقول لك ايه، ما انت عرفت ايه تلعبها صح، لعبها صح الولد بايده وسجد. انا خلي بقى، انا لو حكم وانا زملكاوي اهو هقول لا يا اخي مستحيل برضه، صعبه تكون جت في ايده. لو جت في ايده كان بان عليه الولد، انما ده الواد نزل ساجد ما شاء الله، يشكر ربنا على الحرام. فاللي هو الحكم حتى لو 50-50 او حتى لو 60 انها جت في ايده 40 ما جاتش، هيروح مع ال 40 ليه؟ ده الواد ساجد يا عم، يا ما انت شايف ساجد. والقديس بيقول له يلا يلا يلا، قديس بوفتيكا الاله بتاعهم، يلا يلا جون حرام، يلا مش مهم، يلا بينا. انا بحب جدا تعالوا بقى على ايه فكره. نضحك شويه. دي القناه اللي انا بكلمكم عليها، وابراهيم سعيد مقدم برامج ناجح جدا طبعا وما شاء الله، يعني بيعمل لنا حاله من الكوميديا. فانا قلت ايه، تعالوا نضحك كده مع الولا ابراهيم سعيد، شويه ضحك حلوين كده. ومن اللعيبه اللي انا بحبها ومن اللعيبه المميزه جدا، وكنت اكتر واحد مش حابب ان هو يمشي من النادي الاهلي لانهم لعيبه كويسه. في تصريح كده لاحمد عبد القادر انا عليها تحفظ عليه. احمد عبد القادر بيتكلم بيقول انا افضل من زيزو وتريزيجيه ومصطفى فتحي. هو الحلو خلي بالك انا مش هناقش كلام احمد عبد القادر، يعني كون ان هو افضل من زيزو ومصطفى فتحي وتريزيجيه، انا مش هناقش الكلام ده. انا بس هناقش بس ايه نصايح ابراهيم سعيد لاحمد عبد القادر. وطبعا انتوا عارفين ان انا شرير. بعد النصايح بتاعته دي جايب له فيديو كده هيبسطه قوي. قول يا هيما حبيبي قول. ان انا شايف نفسي ان انا افضل، بس الحلو ان انا ما اتكلمش، لان الكلام ده على فكره بيخسر. ما ينفعش انا اطلع اقول انا افضل من فلان وافضل من فلان وافضل من لعيب، ما ينفعش. خلي الناس هي اللي ما ينفعش عبد القادر تطلع تقول انا افضل من زيزو وافضل من مصطفى فتحي وافضل من عيب، حتى ما يصحش. وبعدين اعرف من الكابتن السابق ابراهيم سعيد كابتن منتخب مصر، لازم تتعلم. تعلم. تتكلم. عبد القادر ممكن يكون ما عندوش الخبرات الكافيه في التعامل مع الاعلام، بس ممكن الاعلام على فكره يوقعك. الاعلام ممكن يزعل منك ناس كتير جدا، يزعل جمهور، لان في ناس بتحب زيزو وفي ناس بتحب تريزيجيه وفي ناس بتحب مصطفى فتحي. في ناس بتختلف، كل واحد ليه الرؤيه بتاعته. فما ينفعش اطلع اقول انا افضل ده الجمهور هو اللي يقول. الجمهور هو اللي يقول يا ولد عبد القادر، مش انت اللي تقول انا افضل. ايه بقى، تعلم من ده اسطوره، ده اسطوره اتعلم منه. وعشان هو اسطوره تعالوا نشوف هو كان بيقول ايه. قول يا اسطوره. المدافعين كويسين جدا على فكره، قوي قوي وعلي بيفكرك بنفسك؟ بص يعني الحمد لله ممكن اكون بهزر. ايه؟ ممكن تكون ايه؟ قول. انا امهر منه طبعا. هو بيلعب في مركز واحد، ما بيلعبش في اكتر من كذا مركز. عارفين مين ده؟ عارفين انا مين؟ ده فان دايك. كمل يا حبيبي. يعني انت امهر من فان دايك واحسن منه يعني؟ طبعا. حسبي الله ونعم. ليه اللي بعده مين؟ والله بكلم بجد والله. اسلام صادق قال له انت امهر من فان دايك؟ واحسن منه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. خلي بالك الحلقه دي كانت في وقت ان فان دايك اغلى مدافع في العالم، اما اتنقل من مش عارف ساندرلاند ولا بورتسموث في الدوري الانجليزي ليفربول، وكان بيقدم افضل مواسمه، وكان افضل مدافع حرفيا في العالم اما توج ليفربول بدوري الابطال. فهو كان ابراهيم سعيد افضل من فان دايك. انت بتتكلم جد؟
استنى يا جماعه انت بتتكلم بجد؟ ايه هيستفزنا؟ لا مش بستفز والله، بتكلم بجد. اعمل مقارنه ما بيني وما بينه، مش بهزر والله، فرق شاسع ما بيني وما بينه خالص. فعلا. فرق شاسع بينك وبين فان كل دايك شيء والله. في ايه بقى؟ على فكره عايز اقول لك حاجه من النوعيه لما هو في ايه بقى؟ تسرح بيظهر هو الامكانيات اللي عنده واللعيبه اللي موجوده عنده تخلي اي حد يتالق. بتكلم بجد والله ما بهزر. اما هو كلاعب لعيب كويس، انا ما قلتش لعيب كويس، ما قلتش لعيب وحش. لا ما تقول كمان. لا انا ما قلتش لعيب وحش، بس لا ما في تقول يا أوقات، ما تقول يا على افضل مدافع في العالم يلا انه لعيب وحش يلا وانا احسن منه. انما عبد القادر يقول لي انا احسن من زيزو، احسن من ولد عبد القادر جمهور يا ولد هو اللي يحكم. ما قولش الكلام ده عيب. انما انا اقول ان انا افضل من فان دايك عادي، انا احكم عادي. انا غير اصل ابراهيم سعيد. يا هيما يا حبيبي، يعني حاول ان انت تدور يا حبيبي على فيديوهاتك القديمة عشان بقى شكلك وحش. وانت عارفني قلب اسود وشرير، وهنا من جوه مش سالك، انا مش سالك، انا شرير يا هيما. فحبيبي ابقى دور على فيديوهاتك القديمة كده وحاول ان انت ايه يعني، ما انت لو طلعت وانت لو ما اتكلمتش على تصريحات احمد عبد القادر حد بيتفرج عليك يا ابراهيم؟ يعني حد هيقعد يفند حلقتك كده ويقول اصل اتكلم على ده واتكلم؟ انت هتقول ريان يا فجل هتعدي الحلقه يا هيما. فاطلع زرط يا حبيبي في اي حته، يعني مش لازم تحط نفسك في الخانات دي. يعني حاول تدور على فيديوهاتك القديمه عشان ما يطلعش واحد شرير شبهي يحرجك كده ويطلعك على المسرح، تمام؟ ويبقى شكلك مش حلو يا هيما حبيبي. خلي بالك يا حبيبي. المباراه دي تعالوا بقى قصة ومشكلة النادي المصري البورسعيدي. تعالوا نسمع الأول، معرفش اسمه، كريم رمزي بيقول ايه. سموحة في كاس مصر على استاد بقول، فكروني يا جماعة سموحة ومين؟ سموحة في الكاس. المهم يعني المباراة اتلعبت سموحة ومنتخب السويس، المباراة اتلعبت في استاد برج العرب الساعة 5:30. تمام؟ الساعة 5:30. ركز معايا في اللي هقوله لك ده. الزمالك بكره هيلاعب المصري في البطوله الافريقيه الساعه 6 مساء. والزمالك هو النادي الضيف على المصري في هذه المواجهه في الكونفدراليه. اللائحي انه يتدرب على ملعب المباراه في نفس توقيت المباراه قبلها بيوم. يعني النهارده كان المفروض الزمالك في استاد برج العرب يتدرب الساعه 6. ده واحد. اثنين، انه لائحه الكاف بتقول انه الملعب اللي هيستضيف مباراه افريقيه لازم ما يتلعبش عليه مباريات قبلها ب 72 ساعه. ده حق نادي الزمالك انه كان يتمرن قبل مباراة النادي المصري بيوم على ملعب برج العرب. وانا هنا بتعامل، انا ماليش دعوه بقى بان برج العرب ده في مصر ولا انا ده نادي مصري ولا الكلام ده كله. انا النهارده نادي ضيف، المباراة بتاعت النادي المصري وانا النادي الضيف. النادي الضيف بيتمرن في نفس موعد المباراة قبلها بيوم. يعني انا ماتش الساعة 6 يبقى قبل المباراة بيوم الساعة 6 انا بتمرن على الملعب الرئيسي لبرج العرب. نادي الزمالك اتمرن على الملعب الفرعي. ليه؟ لانه كان في مباراة لسموحة ومنتخب السويس في كاس مصر الساعة 5:30 قبلها بيوم. فطبعا الساعة 6 كنا في الدقيقة 30، مش هينفع نادي الزمالك ينزل يتمرن في الدقيقة 30 والماتش شغال. فشوف الزمالك بيتعامل ازاي، وشوف الناس في النادي المصري اللي منعوا الصحفيين يدخلوا المباراة، اللي منعوا جمهور نادي الزمالك ان هو يدخل المباراة. نادي الزمالك في المباراة الأولى طبع 30,000 تذكرة، اداهم 10,000 و20,000 الجمهور نادي الزمالك. طبعا ال10,000 بتوعهم ما جاش 1000 واحد، بس احنا مش ذنبنا، انت جمهورك ما بيحضرش، انت نادي مش جماهيري، انت نادي جمهورك ما بيمشيش وراك، مش ذنبي. يبقى رد فعله هو ايه في المباراة التانية؟ طبع 10,000 تذكرة بس، ادى لجمهور الزمالك 3000 وهو خد 7000. يعني انا اديك 10,000 في ماتشي، تديني انت 3000 في ماتشك. ليه؟ هو مش عايز الجمهور يحضر، هو عارف ان جمهور نادي الزمالك كبير، عارف ان جمهور نادي الزمالك يملأ، وملأ استاد برج العرب ده وزيادة. يعني يملأ استادين برج العرب. يعني في نهائي الكونفدرالية 2019 كان في اكتر من 120,000 في برج العرب. فهو عارف حجم وقيمة نادي الزمالك، فبيعمل ايه؟ بيضايق. بس نادي الزمالك عشان كبير كان ممكن يتلكك لك. لا يا حبيبي انا بره عني،
لا سموحه ولا منتخب سويس ولا بتاع، وكنا عملنا ازمه ودي لوائح الكاف. مش بس كده، ده لائحه الكاف كمان بتقول زي ما كريم رمزي بيقول انه قبل المباراه ب 72 ساعه ما ينفعش تلعب عليها ماتشات. يعني قبل مباراه الزمالك والمصري ب3 ايام ما ينفعش تلعب على الملعب ماتشات. دي لوائح الايه؟ الاتحاد الافريقي. كان ممكن انا عملت لك قصه، وكان ممكن عملت لك ازمه، وكان ممكن عملت لك مشكله، ولكن احنا عشان الزمالك وعشان نادي كبير ما بنعملش افعال الصغار اللي انتوا بتعملوها عشان انتوا نادي صغير. فاحنا النهارده لعبنا عليه مباراه في كاس مصر، ودي لائحه الكاف اهي، انه مفيش ماتشات تتلعب على الملعب اللي هيستضيف مباراه في بطوله افريقيه قبلها ب 72 ساعه. طب ايه القصه دي؟ فيها شقين. شق اول، احنا بس بنقول للناس المحترمه، وانا عامل حسابي على ده وانا على العهد، انه يعني ما ينفعش تنتقي الناس وهم لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في الشغل، لسه ما عملوش اي حاجه، لسه ما شافوش اي حاجه، بس بنقول لاتحاد الكوره الناس المحترمه نامل وكان المفروض الزمالك يعند مع شويه الخدامين اللي عاملين لك ماتش قبلها بيوم دول. كان المفروض تعند معاهم زي ما بيعندوا معاك. ده اذا كان الكابتن حسين يعرف حاجه يعني، والله وصل له خبر. خطأ اول، انت عارف ان في مباراه افريقيه على الملعب ده تاني يوم، ما ينفعش قبلها بيوم على طول يبقى في مباراه في كاس مصر. تعالوا نسمع مشاكل بقى بعض اللعيبه. الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي وهم بيبرروا مشاكل كهربا وامام عاشور. قول يا حاج عادل. يجري تضخيمها بفعل فاعل مقصود جدا، لدرجه ان افتعال تهم مش حقيقيه وتحريض ناس تتكلم على لعيبه بعينها لمجرد ان الناس يعني عايزه تخلص على مثلا كهربا، تحديدا كهربا وامام عاشور. يقول لك بيطلعوا ناس تتكلم وتقول تهم غير حقيقيه. يعني كل الكلام اللي بيتقال على خاصه امام عاشور وكهربا، يعني الولد بتاع فرض الامن ده قال كلام غير حقيقي. اما والحكم، طب والحكم يعدوه وال6 شهور يعدوه، اخبارهم ايه؟ ايه القاضي حكم بالمؤامرات على امام عاشور؟ مش هو اللي كان ضربه، ها؟ مش هو اللي جاب بلطجيه وراح ضرب فرد الامن. طب وبتاع السنبلاوين اللي قضيته رجعت النيابه تاني؟ طب وداليا اللي عندها يوم 14 جلسه؟ كل ده الكاميرا الخفيه. ما دي ناس مزقوقه على كهربا وامام عاشور الطيبين الكويسين الجمال، مؤامرات على الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي من الاشرار دول. طب وال3 مليون اللي امام نتعهم للولا بتاع فرض الامن، مش القصه غير حقيقيه؟ العقل لو انا لعيب شايف ان الناس متربصه بيا، احاول ما اديلوش اي فرصه، لان الاثنين عندهم كاريزما وعندهم رصيد عند جماهير الاهلي، وده من حسن الحظ ان لما يرتبطوا. ايه الرصيد؟ ما هو رصيد امام عاشور وكهربا عند جمهور الاهلي؟ الرصيد الوحيد انهم جايين من الزمالك يا حبيبي. مش اي رصيد. رصيد كله مشاكل، اقسام، نيابات، ضرب، غرامات. طب هما بيضربوا الشناوي بيبقى الزملكاوي برضه نفس القصه؟ اما الولا كهربا نتع الشناوي وسيد عبد الحفيظ ولسه معلم على قفا سيد لغايه دلوقتي صوابع كهربا. ايه كنا احنا برضه اللي عاملين القصه؟ احنا اللي غرمناه ال1,000,000 جنيه. واما زق ايد موسيماني وخد 300,000 كنا احنا برضه. طب واما عمل اللي عمله في الامارات وترحل كنا احنا والزمالك برضه. طب واما الواد امام نتع الشناوي وخد 1,000,000 جنيه برضه كان الزمالك. يا راجل ده كان في واحد بيحكي بيقول لك كان يوم الواقعه بتاعت كهربا، اول واقعه دي بتاعت الشناوي، قال لك الشناوي قال ان كهربا كان سكران. قال انا قاعد بقول له ما ينفعش كده يا كهربا، انت شكلك مطبق ودي
ما تمشيش يعني مع الاهلي ومبادئ الاهلي. قال له تي امك على تيت مبادئ الاهلي. ده كهربا. ده كنا احنا برضو عدول، كانت القصه فينا احنا برضو. فهو بيقول لامام وكهربا حاولوا، لان انتوا هيتزق عليكم، احنا بنزق عليهم ناس. احنا اللي زقنا داليا ومنى فاروق على امام. احنا اشرار قوي يا اخي. باخطاء ضخمه ويتخصم منهم مبالغ ضخمه، ما زال لديهم رصيد عند جماهير الاهلي وعشم امل. ارجو ان الاثنين دول تحديدا ياخدوا بالهم، يخلي بالهم قوي. اي خروجه، اي فسحه، خلي هلا اي خروجه اي فسحه. ليه طالعين النزهه ولا حديقه الحيوان؟ يالا سمي الامور بمسمياتها. يالا عدولي يالا. اي سهره، اي سهره حمراء، اي مشوار للمعادي. قال لك اي فسحه. طالعين مكتبة اسكندرية. ها خلي بالكوا يا ولاد، خلي بالكوا يا ولاد. اي مشوار للديسكو هنا، اي مشوار للديسكو هنا، اي مشوار لشقة المعادي، خلي بالكوا يا ولاد هتلاقوا ناس وحشين بيتزقوا عليكم عشان انتوا مرصودين من الزملكاوية. يعني انت واقف في امان الله مثلا، يعني بتضرب كاس مثلا في سهرة الساعة 4 الفجر ولا حاجة، بترفع لك كاس كده ولا 2، ممكن تلاقي واحد يتزق عليك تمام وانت مش في وعيك وسكران واتخانق معاك. لا، مبادئ الاهلي حطها كده يعني حلقة في ودنك يا ولد يا امام انت وكهربا. سهران في شقة المعادي ولا حاجة معاكم نسوان، سهرانين في ديسكو ولا حاجة يعني بتشربوا مشروبات روحانية ولا حاجة، تخلي بالكم الناس اللي الاشرار بتزقوا عليكم وانتوا في حالكم يا عين، من البيت للديسكو ومن الديسكو للبيت. جميل. قال لك اي فسحة فسحة فسحة. بالك هيزق عليك ناس. اي كلمه هتتقال خلي بالك عشان ما تتأولش. اي تصرف خلي بالك لانه هيتحسب ضدك مش عليك. انا عايز الفسحه دي تاني. ياخدوا بالهم، يخلي بالهم قوي. اي خروجه، اي فسحه. بتضحكنا اهو الفسحه دي. طالعين الهرم مثلا، رايح نايل كروز، طالعين الحسين، اي فسحه يا حبيبي انت وهو تخلي بالك. خلي بالك هيزق عليك ناس. اي كلمه هتتقال خلي بالك عشان ما تتأولش. اي تصرف خلي بالك لانه هيتحسب ضدك مش عليه مش ليك. هتقول لي وتعيش تدعي، اقول لك هكذا النجم. هكذا النجم. لازم تخلي بالك يا ولد انت وهو. خروجه كده، كاس كده، كاس هنا، سهرة هنا الساعة 4، سهرة الوش الصبح بتاع، رايح ديسكو، رايح شارع الهرم، تخلي بالك حبيبي. زي الأستاذة عبلة كامل كده وهي بتدي الليمبي البيرة الصبح وهو رايح الامتحان. البيرة معاك تمام، مطوتك في جيبك، يلا شد حبيبي. فأنا عايز أستاذ عادل يمسك كهربا وإمام كل يوم، يلا حبيبي. الواين معاك، مطوتك في جيبك، يلا شد حبيبي. اي حد يتحرش بيك يحاول يتخانق معاك ولا بتاع، حاول ضبط النفس. انت نجم في النادي الاهلي، خلي بالك. كنا عندنا ماتش ده بقى مبادئ النادي الاهلي على قديمه بقى. ده حسين علي لاعب النادي الاهلي السابق اللي هو اتاخد كده من يا في بتروجيت باين تقريبا. كان في بتروجيت وخدوه، عدل بتاعي خده عشان ما يروحش الزمالك، يعني خده قعدوا دكه هناك في النادي الاهلي. فاسمع بقى حسين بيقول ايه. تمام. اتغيرت انا ولعيب، لقيته بيقول اللي هو عامل اللبس اديني سجاره. انت بتتفرج؟ والله. قال له اديني سجاره؟ ده لا في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي. اتغيرتوا في ما بين الشوطين؟ بين الشوطين اتغيرنا عادي، تغيير. الكلام ده على مسؤوليتك؟ طبعا مسؤوليتي. مين اللاعب؟ اخاف يعني. مين اللاعب؟ لا مش هقول طبعا مين اللاعب.
انا بس حد اساسي؟ احتراما ليهم يعني الزمايل يعني. حد اساسي؟ حد اساسي يعني من كباتن الفرقه؟ في النادي خلاص الاهلي بقى عمد. خلاص عمد. طب اقول لك بعد بعد البرنامج. خد يقول للعامل انا عايز سيجاره. اه والله قال له كده. انا حتى استغربت ايه ده وعلني كده يعني. انا حتى استغربت ان هو علني يعني. حتى مش شايل معاه مثلا هو مثلا يخش جوه مثلا هو نفسه في سيجاره ماشي يا عم، بس ده بيقول له هات. بيقول له هات، يعني ده كده معناه اللي هو يعني الموضوع عادي. عادي خلي بالك الانديه في برضو في النادي الاهلي انا شايف ان في، عشان انا برضو عشت كتير، هيلمان جامد قوي ان ده في ضوابط وفي يعني رقابه غير طبيعيه وفي مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده في ايه؟ مفيش الكلام ده. الكلام ده مفيش. الدنيا يا مردغانة اساسا من زمان، يا من زمان الناس النادي ده اصلا مردغانة. بس هي الفكره ايام حسين علي ما كانش فيه سوشيال ميديا قد كده يعني، فبيقول لك طالع بين اشتغل بيقول له هات سيجاره، وهتلاقي الكلام ده بيحصل دلوقتي عادي مفيش مشكله. وقال لك نجم كمان ولاعب اساسي. فقال لك وكمان الهيلمان ده واحد جوه المطبخ بقى، قال لك الهيلمان المعمول ده كل كلام فاضي يعني، هو ناقص بس ياخد اللفظ بتاعه ويقول لك ده مردغانه. الدنيا حلوه يعني. عادي خالص ويعني الدنيا سداح مداح. لا انت اللي عاوز يعمل اي حاجه بيعملها. قرب من المردغانه اهو، قال لك سداح مداح. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. لا بقول لك، بس طبعا في حاجات زي اي نادي، في حاجات لما بتوصل للتعدي الحد بيبقى في قرار ماشي. اما بتسمع بقى والناس بتعرف بياخدوا قرار عشان حفظ مال وجه كده، زي ما خناقه الواد كهربا، خناقه الواد امام كده يعني. الاهلي على طول نادي المبادئ، اللي هو اي حاجه بتحصل قرار يطلع في الاعلام يقول حصل كذا، يعني بيعمل عقوبه. يعمل عقوبه لو حاجه زي ده. بس انا بقول لك في حاجات بتحصل. انت تقول سداح مداح. في ناس بتعمل كده بتغير وشها يعني. بتغير وشها؟ طبعا في ناس بتغير وشها. يعني شايف الحاجه غلط وتغير وشها؟ طبعا حسب انت مين، انت قوي ولا لا، انت لعيب قوي ولا مش لعيب قوي. بمعنى انت لعيب جامد هتفرق معايا في الفرقه، قليل الادب، صوتك عالي، الكلام ده بيفرق. زي كهربا وامام يعني. لو مثلا محمد رمضان مثلا عدى لقى الولا امام بيعمل اي حركه بمناخيره مثلا ولا حاجه، بيعمل نفسه مش واخد باله ويعدي وخلاص. ليه؟ امام صوته عالي، عنده ظهير زي ما عدلي بيقول كده، عنده ظهير جماهيري ورصيد. مش عارف ايه الرصيد يعني، الرصيد الوحيد اللي هو جاي من الزمالك بس. كهربا نفس النظام. فيعدي محمد رمضان يسلطح. اول ما جه كان عامل فيها ايه؟ نمبر 1. دلوقتي بقى نمبر 2 نمبر 3 يعني، ما بقاش بيدق لها قوي يعني. الادب يعني ايه الادب؟ يعني لسانك طويل. قال له يعني ايه قليل الادب؟ لسانك طويل. تشتم الشناوي مثلا، تشتم سيد عبد الحفيظ، تشتم الاهلي بجماهيره، تشتم صالح سليم، تشتم حسن حمدي، تشتم شوبير، عادي لسانك طويل. فده الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وحلاوه النادي الاهلي، وانا بسعد دايما بوجودي معاكم في خط حمر. سلام عليكم.